هاي أنا إليسار وانا حاتم من مصر، وفيديو النهارده قررنا ندور على اغرب الهدايا في اسواق غير تقليديه. ومن موسكو رح دور على أغرب شيء في إزمايلوفا. ريحة الخروف. ودلوقتي انا محتار اجيب كراسي بلاستيك ولا اجيب ستيكرز على شكل عملات مصريه. جماعة أنا دلوقتي في مكان من أحلى الأماكن اللي أنا شفتها في القاهرة اسمه ميزون 69. أما نحن بكريمل في إزمايلوفا، المكان يلي رح تلاقي فيه كل الشغلات الحلوة والمهضومة كمان. صراحة احترت شو هي أغرب هدية لازم نجيبها لأنه كل المكان غريب. يا جماعة هنا دي بقى إيه الكراسي بتاعت القهاوي دي جايبينها، وفي الآخر الحيطة دي في مكان إيه بيبيع حاجات يعني كوزماتكس وبرفيومز وكده. أو فينا نشتري مقنع أو طاقية أو جلد ذئب أو مدري شو هذا الكائن. بصوا الثيم بتاع الجزء ده سراير وحاطين بقى إيه الحفة وبطاطين ومراتب كتير قوي. هو في الآخر بيبيع هدوم يعني. أو ممكن الكثير والكثير من الشغلات اللي فعلا غريبة وحلوة بنفس الوقت. يس. ودلوقتي أنا محتار أجيب كراسي بلاستيك ولا أجيب ستيكرز على شكل عملات مصرية ولا أجيب بتاعت الجزارة والهون والكلام ده. إيه اللي جاب ده هنا؟ أما بالنسبة لأغرب هدية فهي غالبا تكون هاي. ريحة الخروف. هاي هذا هو انا محتار. قولوا لي بقى اجيب السبت اللي هو بيتحط فيه الاقلام ولا اجيب نوت بوك على شكل جبنه بيضه قديمه. قولوا لي كده في الكومنتات وانا هجيب بقى يعني. رايك يا اليسار هنكرر التجربه؟ والله ما بعرف، انتوا قولوا لنا نكمل ولا لا.